السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى هنعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده الكوسه بالبشاميل. مش عايزين نلخبطكم في اي شيء خالص. اول حاجه كده هننزل بالدقيق، هنحضر للبشاميل. هننزل معايا دقيق، معايا كده كوبايه دقيق. ماشي، كوبايه دقيق اهوت زي ما انتم شايفين كده اهوت. وهنيجي نازله معاهم بكوبايه من اللبن. طبعا هنعمله على البارد علشان ما ياخدش مننا اي دهون كتير. ولو عايز لبن هنحط له تاني. بصوا هم على قدهم كده على البارد كده. طبعا هنديله بس سنه ملح وسنه فلفل بس مش دلوقتي. هنزود له بقى شويه صغيرين كده من الميه علشان هنرفعه على النار. وهنديله سنه كده نص معلقه سمنه يلمع معايا. طبعا احنا لو هنحمره احنا هنحطه كده على البارد، يعني هنعمله كده الاول وبعد كده نحطه على النار. لان لو حمرنا الدقيق الاول والله يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، معلش بقى انا مستعجله. لو كل ده كله هيتشطف. لو عملناه على البارد كده حمرناه الدقيق وزي الطريقه اللي كل مره بنعملها، هياخد معايا كميه دهون مفيش بعد كده. طبعا انا عايزاه خفيف خفيف كده. هنحضر بقى البشاميل كده ونزود له كل النكهه بتاعته. هنحط له مثلا فلفل، بس شويه فلفل صغيرين، ولو عايزين شويه بهارات صغيرين برضو هنحط له سنه بهارات صغيرين بس كده، مش عايزين نكتر. وهنحط له برضو معلقه كده صغيره من الملح كده يطعم معايا. وهنقلب تقليبه محترمه كده. ونرفعه على النار هاديه خالص. لو عايزين نزود طبعا احنا عايزين كميه صغيره هنرشها بس على الكوسه كده، الكوسه بتاعتنا. بصوا، طب ده هنعمل معاه ايه؟ مفيش لحمه مثلا ولا اي حاجه يا جماعه. انا كنت هنحشيها بصراحه زي ما انتم شايفين كده. كنت هنحشيها فتحها كده بالمقوره ديت، كانت مكان المقوره. ماشي، عشان يبقى كل حاجه واضحه معاكم. هنبدا بقى نخرطها خرط كده. هي كوسه صغيره كده علشان تكون متماسكه معايا كده في البشاميل كده، ومتعجونش معايا، تبقى ماسكه نفسها وتدوب في البشاميل. كنت هعملها محشي بس انا قلت بقى طب ما احنا نعملها كده ومع كفتة فراخ كده. عندي حتة فرخة صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، صدر كده صغنن رحت مطلعاه، قلت نعمله برضو كفتة معاها. طب وبعدين احنا هنكتفي بكده؟ ولادنا بيحبوا المنابات. عندي قطع من الفراخ نخلص ديت بس وهنقولكوا هنعملها ازاي. عايزين بقى نغير كده من اكلنا. كل مرة مطبوخ مسبك شوية كده حاجات خفيفة. خلصت معايا، هنشطفها شطفة كده جبت بقى قطع فراخ زي ما انتوا شايفين كده. هننزل عليها بمية البصل اللي انا خدتها ديت بتاعت الكفتة اللي انا هنعملها للفراخ مع الكوسة. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ اللي انا نغطسها كده في مية البصل ده. طبعا الكفتة اللي انا هنعمل بيها الحتة الصغيرة ديت عامله لها بصلايه مبشوره زي ما انتوا شايفين كده وعصرها، والميه بتاعتها خدتها حطيتها هنا. مفيش حاجه هنرميها معانا. هنحط فلفل، هنحط ملح، هنحط سنه ملح معايا برضو، سنه كده مش كتير صغيره. ماشي، هنحط قرفه، سنه قرفه كده بتبقى في الفراخ دي بتبقى تحفه بصراحه. نطره كمون. ماشي، معايا بهارات فراخ. بهارات فراخ يا جماعه ما شاء الله عليها بصراحه. انا لما جربتها لقيتها طعمها بصراحه في الفراخ بتدي طعم
تحفه بصراحه. هنقلب كل الخلطه دي مع بعضيها ماشي، تقليبه كده محترمه كده. طبعا انا حطيت فلفل وبهارات. نسيب بقى كل دي مع بعضيها كده. طب انا عايزاها تبقى كده ما فيهاش اي ريحه زفاره او اي حاجه. طبعا انا حاطه لها غسلها بملح بليمون وملح وكل اللي انا بنعمله كل مره. هنديها سنه كده ايه خل، معلقه من الخل ماشي، ونسيبها كده ايه في التتبيله كده. هي طبعا فراخ صغيره، قطع صغيره كده زي ما انتم شايفين انا مقطعاها. بصوا المناب عامل ازاي. طبعا ده هنحطها ايه مع بطاطس وهنشويها في الفرن. هنديها صدمه كده على النار وهنشويها في الفرن. هنعمل دي معايا ونعلق على البشاميل. قلت بقى نسيبها كده ونيجي بقى بالكوسه، نرص الكوسه كده رق من الكوسه زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بيها كلها كده، مش هيبقى فيه راق ولا في حاجه، لان انا ايه عايزاها كلها تملى كده ايه تحت. هتبقى كوسه بالبشاميل بس. طب انتي مش هتحطي فيها فراخ ولا هتحطي فيها اي حاجه؟ لا انا هنحط فيها فراخ بس. الكفته هتتحط فوق الوش زي ما هتشوفوا معايا. ده جزء كده انا عطيها نص سلقه كده لانها هتغيب معايا يا جماعه ماشي. هتبقى ايه الكوسه هنحط لها بطاطس كده، بطاطستين كده على الوش علشان هتمسك معايا مع البشاميل وتديها تساوي كده. بصوا انا سلقاها نص سلقه، يعني لو عملتوها كده تتكسر معاكم، لازم كده علشان تطيب، لانها مع البشاميل لو حطيناها لوحدها مش هتطيب البطاطس يا جماعه. وجربوها لو حطيتوها من غير كده مش هتطيب. ودي هتخلي الوش معايا متساوي. وهنطلع الخرطه بخرطتها هتشوفوا معايا الكوسه هتبقى عامله ازاي. احلى كوسه بالبطاطس بالبشاميل. هو ممكن نستغنى عن البشاميل ونشربها طماطم، بس احنا حابين ايه نعملها بالطريقه دي. طبعا نحط بصل كده شريانه كده كله ني في ني، كل ده هيتكرمل معايا وهيستوي وهيطيب معايا خالص في الفرن، يدي كده طعم. هننزل بقى برضو بفلفل وهنحط كمون، البطاطس برضو بتحب الكمون. وهنحط سنة كده ايه اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا سنة كده قرفة صغيرة تدي طعم معايا. وهنحط بقدونس. حاول المكونات دي كده كلها تدخل كده تحت. طب احنا كده عايزينها ايه تبقى ايه تمام معايا. هنعمل ايه؟ هنجيب كده شوية مية صغيرين ماشي علشان كل المكونات دي تدخل مع بعضيها. وهنرشرش كده على البطاطس بالكوسة. هنجيب شوية زيت نحط لها حبة على البشاميل، هنرشرش كده عليها يعني على الوش كده. في حاجة بقى انا كنت ناسياها، هنحط بقى ماجي كده ودي هتدي طعم للكوسة. اي الكوسة بتحب الماجي ماشي. والصينية دي هتكون صينية غنية، ممكن تعملوها كده من غير فراخ من غير اي حاجة خالص زي ما انا عاملاها كده بالظبط. بالبشاميل شوية لبن عندنا وحبة دقيق كده وربنا يحسن ما بين ايديكم الدنيا هتمشي. ممكن نعملوها كده. طبعا لو مفيش بطاطس ممكن نستغنى عن البطاطس، بس انا حبيت نحطهم بطاطستين عندي قلت نزودهم. ممكن تعملوا الكوسه بس من غير البطاطس ومن غير ما تدوها نص السلاق وزي ما انتوا شايفين كده. طبعا ديت هتتركن معايا. بصوا بقى الصينيه الغنيه دي يا جماعه
ننزل بقى بالبشاميل زي ما انتوا شايفين كده تقيل. بصوا حاول بس ايه اللي انا ما ببينش ايديا. بصوا بقى كده هننزل بقى كل المكونات معايا. هنبدأ بقى اللي انا نفردها كده. بصوا انا عايزاها تقيلة كده وحلوة، ممكن تعملوه اكتر يعني خفيف عن كده. لو عايزين تخففوا بتحطوا شوية لبن كده. انا عايزاه غني كده. ولو عايزين عندكم جبنة موتزاريلا حطوا، عندكم جبنة رومي حطوا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا هلمعها. طبعا شوية اللبن كده اللي انا خففت بيهم اهو، مش هنسيبوا اي حاجة. اطعم واجمل صينيه كوسه. بقى خلصنا من اول حاجه ديت، هندخلها الفرن، هنلمع وشها بالزيت. ولو عندكم جبنه هتحطوا يا جماعه، ولو ما فيش اي حاجه زي ما هي كده في الفرن. صينيه هي لا فراخ ولا اي حاجه خالص. هتشوفوا طعمها رهيب بصراحه، ان شاء الله هتعجبكم. الخطوه الثانيه اللي انا هنعملها معاكم الكفته. طيب دي مكان الخضره يا جماعه. هنعمل ايه؟ هنجيب مثلا ايه زي ما انتوا شايفين كده اللي انا بشرتها ديت، هناخد منها جزء كده ماشي، او ممكن نصفيها اكتر وناخدها كلها ماشي. ونحط حبة من دول برضو البقدونس ده كده. اهم حاجة نصفي المية بتاعتها. طب احنا عايزينها تمسك هنعمل ايه؟ هنجيب بقى شوية ملح وشوية فلفل وشوية بهارات. الاول نحط توابلنا، ملح وفلفل وبهارات، وشوفوا اللي انتوا عايزينه. شوية كمون ماشي، بهارات فراخ برضه هنحط بهارات فراخ. بصراحة بتدي طعم رهيب مع كفتة الفراخ. بقى هتدي طعم اكتر واكتر. طب ده هنعملها ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده هنضرب كل الخلطة دي مع بعضيها. هنظبط ملحها. طبعا مش هنحط بابريكا يا جماعة عشان ما تديناش لون كده احمر مع كفتة الفراخ. طبعا ايه هنجيب الكبة وهنضرب كل ده مع بعضه. ادي يا جماعه الكفته بعد ما انضربت معانا، ولا حطيت بقسماط ولا حطيت اي حاجه. هنحط بس نطره كده من البيكنج باودر، وده انا جايباه كده بنشتريه كده ماشي. هنبدا بقى اللي انا نقلبها كده يمين وشمال. هننضف من تحت ايدينا، ننضف كده من تحت ايدينا ونشطف ايديا ونرجع لكم. بصوا بقى بظهر المعلقه كده او اي سيخ او اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب معلقه كده. بصوا هي طريه معايا خالص وهتتشكل، وهندخلها تجمد كمان. لا حطيت بقى دقيق ولا بقسماط ولا نشا المره ديت، زي ما هي كده. طبعا صدر فرخه صغير يا جماعه، مش صدر كمان. شفتوا قد شريحتين البانيه بالظبط. طبعا اهم حاجه نصفي ميه البصل بتاعتها عشان ما تكونش معانا طريه. بصوا الفراخ لسه زي ما هي كده باينه فيها، يعني ما فرمتهاش الفرم اللي باين عليه. بصوا وهندخل كده ايه زي ما انتوا شايفين كده الطبق فوق البشاميل اللي بيتحمر معايا، وهي هتنزل احلى صوص كده عليه من فوق. عشان كده انا ما حطيتش بقى ولا جبنه موتزاريلا ولا كلام من ده. دي هتنشوي كده فوقيها وهنوريكم هتعمل معايا ازاي. وادي بقى قطع الفراخ بتاعتي. ننزل بقى كده بزيت سخن. متخيلين يا جماعه حطيتها اصلا في ميه البصل دي، حطيتها طعم ونبات الكتاب لا تذكر. بس احنا قلنا بقى نعمل منها كذا حاجه. مش قادره اقول لكم ميه البصل عامله ايه وريحه طالعه ازاي كده. انا رصيت الكفته بصوا كده فوق منها، وهي بقى ايه هتطيب معاها. مش متخيلين ديت عامله ازاي وعاطيه ريحه. عايزاها بقى تتحمر معايا تحميره حلوه. بصوا ميه البصل يا جماعه دي اللي بتنزل منها مش ميه الفراخ. ده نص كيلو رز بقى اللي هنحطه مع الفراخ، هنحمره معاها ما شاء الله. بصوا دول بقى هيبقى مع الفراخ واطعم واحلى اكله ممكن تاكلوها. شويه الرز دول لما هنعملهم بالفراخ
طبعا مقطعه شويه بصل كده جولياني كده صغير كده، بصلتين كده فاضلين معايا. ماشي. عندي شويه مواعين بقى هنخش نغسلهم، وادي دول كده فاضلين معايا هنحطهم بقى، نشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. الفراخ زي ما انتوا سامعين صوتها على النار، بس انا عايزاها تكمل سوا. هنحط لها كمان ميه البصل بس لما تاخد تحميره معايا. اللي فاضله ديت اللي فيها التوابل والفلفل والبهارات دي هنحطها برده معاها. دي التتبيله اللي كانت فيها. يا جماعه التتبيله دي لو عايزين تزودوا لها مثلا زبادي، حط لها ربع معلقه لبن، اللي انتوا عايزينه. بصوا ده الصدر اللي انا واخده منه كده دبوس صغير. بصوا كل ده بقى كده يساب معايا في الخيار. نروح نشطب الحوض مكان ما طلعت ونرجع تاني. شطبت بقى المواعين زي ما قلت لكم اللي في الحوض عشان ما يبقاش ورايا اي حاجه. بصوا ده اللون يا جماعه اللي انا محتاجاه، ده اللون اللي انا بحبه في الاكل. كده بقى ايه ولادكم يفرحوا، هيلاقوا منابات مثلا كده ايه في الرز، هيلاقوا منابات في هيلاقوا كفته كده ان شاء الله صباع واحد كده. مش تعملوا كل حاجه مثلا. ممكن الاكله اللي في الفرن ديت الكوسه بالبشاميل دهيت والبطاطس وعليها الكفته من فوق، ممكن تتعمل لوحديها. ممكن بس الكفته ما ينفعش تتعمل لان هي كميه صغيره، فقلنا بقى ايه نجزأ لهم كده بدل المنابات الكبيره. ماشي. ده اللون اللي انا عايزاه. بصوا واضح ازاي يا جماعه اللون ده. انا بنحب التحمير في اللون ده. طبعا اللون ده بيقل في طبعا هنحط بقى ايه رز، هنحط بهارات، هنحط ميه بصل زي ما هنضيفوها كده تكمل سوا معايا ميه البصل، وهنغطي عليها دي بقى بتقلل من اللون. نروح للرز نغسله ونصفيه ونرجع معاكم نحطه بقى. ننسى الصينيه بتاعتنا اللي في الفرن، مش عايزين ننساها. بصوا اول ما نلاقوا تحمير كده طلع من الجناب وكده نعرف بقى ايه الفرن كمان يا جماعه مش مساعدني لان في خروم كده في العرصه، فنخلي بالنا. قلت بقى الاضمن نطلعه على الشبكه كده من فوق. الصينيه ديت كده ايه احنا تعبنا فيها، نطلعها فوق كده تكمل سوا، وبعد كده هنولع عليها الشوايه. بصوا بقى انا عليت الغطا. بصوا ميه البصل كده بدات ايه الفراخ تشربها تاني، ودي اللي انا عايزه اقول لكم يا جماعه تعملوها، ان هي تتشرب تاني. ونقلب كده يمين وشمال في المنابات. ماشي. وبعدين ايه هنا جات اهي. هنحاول انا بقى ايه نقلب كده فيهم تتشرب معايا. مش عايزه اقول لكم لما عريت الغطا ايه اللي حصل لي بصراحه. صوتت قلت الحمد لله اللي عريت الغطا قبل ما نشغل. اكل كده يا جماعه من بيتنا كده نعملوه كده ونخلوا الدنيا تمام معانا ورك هنمشي الدنيا. نعمل لهم كبسه، نقطعوا منابات صغيره ونعمل لهم كبسه. ظروف والغلا اللي الناس فيه طبعا الحمد لله يعني احنا في نعمه بنعمه. ربنا يستر على الناس اللي هي مش بتعمل حاجه خالص، واللي قاعدين في الشارع، والناس الغلابه اللي ملهمش اي مكان يسكنوا فيه ولا يقعدوا فيه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب وكده ويوسعها على الناس كلها يا رب ان شاء الله. نعمل بقى كده واحده واحده معايا. لو صدر هنفتكس كده مش هنعمل يعني حاجه، على قد ظروفنا هنعمل ايه. انا عايزه اقول لكم يا جماعه حاجه. ايه الاكل ريحته جميله هتتعبط منها اهو يا جماعه. اهو شهاده اهي من عند البيت اهيت من عندي، بس انا مش باكل دلوقتي، انا مستنيه. بصوا لما يبقى كده الدهون، بصوا هي اللي تبقى فاضله في المرحله ديت بقى هنعمل ايه. هننزل بالبصله اللي هي مقطعاها كده ايه بالرز. عايزين تظهروا اكتر من كده انا مقطعاها شرايح كده ايه زي ما بيقولوا جوليانو ولا اهو. يلا مش هنخلي في نفسنا حاجه.
تاخد معايا تحميره برضو. هتشوفوا انا هنعمل ايه. الطريقه دي طريقتي، مش واخداها من حد، مش نقلها من حد يا جماعه، لان هتشوفوا فيها حاجات غريبه زي الكوسه بالبطاطس بالبشاميل. كله بيعمل كوسه باللحمه المفرومه، كوسه محشيه، كوسه بالطماطم. لا المره دي بقى زي ما انتم شايفين كده هننزل بقى في اللحظه دي كده بعد ما البصله دبلت معايا هنا بابريكا، معايا قرفه، معلقه قرفه صغيره، معايا معلقه فلفل، معايا معلقه ملح مليانه شويه، معايا كده بهارات. عايزين تحطوا ملح وفلفل عسل دول موجودين عندي. نقلب كده ريحتهم تطلع برضو مع الفراخ. اللي عامل كل ده الميه بتاعه البصل بتاعه حته الكفته اللي انا عملتها كده، اللي انا عملتها معاكم الكفته بتاعتنا، هي دي اللي عملت ريحه. بصوا بقى شايفين الزيوت كلها اللي في التوابل نزلت في المرحله دي يا جماعه. دي كلها هيتحط عليها الرز. هننزل بصلصه، معلقتين كده من الصلصه، مش عايزين لون احمر، احنا عايزين بس طعم الطماطم فيها. بصوا اللون يا جماعه بعد ما حطيت لها الطماطم. بصوا اللون، والله دي يا جماعه مش حروقه، دي التوابل مع البصله مع معلقه الصلصه. طبعا انا كنت عامله كنت ضاربه طماطم، فقلت بقى ندخلها لانها بتدي طعم. بصوا هي مش كبسه. بصوا انا حملت بقى دي، هنزود بيها برضو مكانها مكان الطماطم كده، زودتها بدل ما نغسلها كده وكلها طماطم. قلنا برضو مش هنهدر اي حاجه، كل حاجه كده هتبقى تمام معايا. هننزل بقى في المرحله ديت بالرز. وادي الرز يا جماعه، بصوا ضاع في وسط الفراخ، نص كيلو الرز ضاع جوه مع الفراخ. شايفين اللون بتاع الرز؟ هنبدا بقى نحط كده انا كنت عايزاه مش بني، كنت عايزاه لون كده يعني الطماطم والصلصه مش كتير، انا مش حاطه صلصه. بصوا انا عايزاها تاخد لون بس كده، بس لا هو محمر ولا هو غامق ولا هو رز بالكركم الاصفر ولا اي حاجه. وادي كده هنبدا ان انا نغطي عليها تكمل سوا بقى مع الرز، وهي اصلا واخده طياب الفراخ معايا. طبعا دي فرخه صغيره جامد يا جماعه، ما تكدمت يعني، هي كيلو كده بالظبط. طلع منها الكفته، قطع منها للمنابات، ما شاء الله كفت وتعمل منها وليمه. نبص بقى هنا كده نشوف الدنيا عامله معايا ما شاء الله. الكفته هي بتطيب، هنبدا ان انا نقلبها، والصينيه هي عايزه نشدها بس بره شويه كمان. ريحه الكوسه بقى مش قادره اقول لكم ريحه الكوسه عامله ازاي. بصوا الكفته ماسكه نفسها. هنقلبها بقى يمين وشمال كده ماشي، علشان تاخد لون من تحت برضو ولون من الناحيه التانية. بصوا بقى انا طلعت كده زي ما انتوا شايفين. ادي كفتة الفراخ دي يا جماعة، كان صدر صغير من الفرخة اللي انا وريتها لكم. طبعا لا حطيت بقسماط ولا حطيت اي حاجة. بصوا هو كانت مرصوصة كده، وحاولت ان انا نديرها يمين وشمال برضو عشان الصينية المحترمة دي تظهر معايا. معاكم اهوت كل حاجة خطوة بخطوة كده. ادي كفتة الفراخ زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الصينيه طلعت معايا عامله ازاي. دي صينيه الكوسه، يعني ممكن تعملوا دي يا جماعه كده وديت كده، وحاجه تكفي مع طبق مثلا مخلل كده فيه زيتون وليمون زي اللي انا عاملاه ده. هوت حاجات بسيطه. عايزه بقى نوري معاكم. بصوا يا جماعه عامله ازاي. بصراحه وهم صينيه وهم. طلعت معاكم بقى خرطه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا جمالها وبصوا حلاوتها. بتطلع بصوا متماسكه. بشاميل كان تقيل، وكنت عامله حسابي اللي هو عايزاه يمسك معايا كده. احلى صينيه كوسه. بصوا
يا رب نكون عند حسن ظنكم. متنسونيش بقى في الاشتراك واللايك والشير. بصوا طيبة وجميلة معايا ازاي وخفيفة كده. نبعد بقى عن التسبيكات والحاجات اللي هي بتحصل دي، مش على طول. نحط بقى كده. بصوا لو مثلا بنتي هتاكل ولا حاجة هنحط لها. وادي الرز يا جماعة، بصوا الرز عامل ازاي. بصوا احلى رز بالبنبات ممكن تاكلوه، والطعم حكاية. بصوا لونه واخد نكهة الطماطم بقى كده، واخد نكهة. بصوا ما شاء الله. بصوا المنابات كده متحمرة فيه كده وطرية خالص. عايزاكم بقى ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، ويا رب نكون عند حسن ظنكم حبايب قلبي. طبعا ده فيديو كده صغير كده ليكم، يعني حاجة كده بسيطة. انتوا مقامكم كبير. اتفضلوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.